صينية الرقاق من الأكلات اللي بنحبها جدا، وليها معزة كده مخصوص في قلب الواحد. هعملها معاكم النهاردة بأسهل طريقة وأحلى طعم ممكن تدوقوه. حرفيا هنجهزها في 5 دقايق ونسويها على طول. هنعملها بقى من غير ما نبلها ورقة ورقة في الشوربة ولا أي حاجة من الكلام ده كله، وهتطلع معاكم مقرمشة من بره ومن جوه طرية وطعمها رائع. يلا بينا نبتدي في عمايلها على طول. بس لو أول مرة تشوفوني أنا جيهان عزب. إذا عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وإذا كنتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا فيها. أول حاجة هنعملها هنجهز الحشو. طاسة على النار من غير سمنة ولا زيت ولا أي حاجة فيها خالص. هنسيبها تسخن كويس، وبعدين هننزل فيها باللحمة المفرومة، ومش هنقلبها في الأول. كمية اللحمة اللي هنستعملها زي ما يعجبكم، أنا استعملت نص كيلو. أول ما نلاقي اللحمة خدت لون من تحت ومن على الوش لونها بدأ يغير، نقلب فيها بقى لحد ما تتشوح كويس وتبقى كلها لون واحد. عايزين ما يبقاش فيها أي سوائل وتنزل دهونها. هنحط بقى عليها بصلة مفرومة وفص واحد من التوم فرمته ناعم وحطيته عليها، وهنتبلهم بنص معلقة صغيرة من الملح والفلفل. مش هحط عليها أي توابل تانية خالص عشان ما نغيرش طعم اللحمة. وهنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، البصل يتشوح وريحة التوم الحلوة دي تطلع. وبعدين هنجيب طماطمية واحدة بس، هنبشرها ونضيفها عليهم، ومعلقة صغيرة من صلصة طماطم، وربع كوباية من المية. هنقلب بقى كله مع بعضه ونظبط طعم الملح زي ما بنحبه، ونغطيها ونهدي عليها، ونسيب بقى المكونات كلها تستوي مع بعضها وتبقى بالشكل ده. لو مش حابين عصاج اللحمة يبقى لونه أحمر، ممكن تستغنوا عن الطماطم والصلصة خالص. كده خلاص هي استوت. هنسيبها بقى على جنب شوية ونرص الصينية بتاعتنا. معايا تقريبا نص كيلو من الرقاق الطري. أنا بحب أحط في الصينية 8 ورقات، 4 من تحت و4 من فوق. لو الورق كان تخين قوي بنحط 7 بس. واحنا شغالين بالرقاق نخليه دايما متغطي بفوطة علشان ما ينشفش مننا. هنجيب بقى صينية مناسبة لمقاس الورق، وهندهنها بالسمنة كويس قوي من القاعدة ومن الجوانب بتاعتها. هنحط أول ورقة من الرقاق زي ما هي كده، مش هنبلعها في الشوربة ولا حاجة. وهنخلي بس طرف أول ورقتين طالع لفوق شوية على حرف الصينية عشان لما نحط الحشوة ما تطلعش بره. ومعايا معلقتين أو 3 كبار من السمنة، سيحتهم الأول في الميكرويف. ممكن تستعملوا معاهم زبدة أو زيت زي ما انتوا عايزين. وهندهن بيهم الورق كويس قوي من القاعدة والأطراف كلها. كل ما نحط ورقة نفردها في الصينية كويس وندهنها بالسمنة، وخصوصا الأطراف، لحد ما نخلص أول 4 ورقات. وبعدين هنحط عليهم الحشوة ونفردها بقى، نوزعها كده على الرقاق كويس قوي. ونكمل ال4 ورقات التانيين بنفس الطريقة، وندهنهم برضو بالسمنة كويس جدا لحد ما نوصل لآخر ورقة. نحاول بقى نخلي آخر ورقة دي أكبر ورقة فيهم عشان نقدر ننزلها من الجوانب تلم ورق الجلاش كله. وبعدين بإيدينا كده هنضغط على الرقاق بالراحة عشان يبقى مفروض في الصينية كويس. وهندهن برضو آخر ورقة. أنا حطيت في الطبق 3 معالق كبار من السمنة، وتقريبا اتبقى نصهم، مع إني حاطة كمية كويسة من السمنة بين كل ورقة والتانية. لكن الطريقة دي ما بتخليش الرقاق يشرب سمنة كتير، وأقل كمية سمنة هتظهر فيه، مش بينكر السمنة خالص. وبعدين بقى هنجيب سكينة حامية عشان ما نبهدلش الورق واحنا بنقطعه، ونقطعه بقى بالشكل اللي بنحبه، مربعات مثلثات زي ما انتوا عايزين. هنسيب بقى الصينية على جنب شوية ونجهز الخليط اللي هنسقيها بيه. هنحتاج كوباية إلا ربع من الشوربة السخنة، ونص كوباية من الحليب برضو عايزينه يكون سخن. وهنضيف عليهم كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بتخلي الرقاق مورق كده وحلو قوي. هنقلب بقى الكلام ده كله كويس قوي، وظبطوا الملح لو محتاج. وبعدين هناخدهم ونسقي بيهم صينية الرقاق كلها. الصينية خدت معايا كوباية وربع كلهم، وزودت كمان شوية صغيرة من الحليب. حابين بقى تقللوا الحليب وتزودوا الشوربة أكتر، أو العكس زي ما يعجبكم. وإذا لقيتوا كمان الرقاق محتاج ممكن تزودوا ربع كوباية شوربة بقى أو حليب. حركوا الصينية كده بالراحة عشان الخليط يتوزع فيها كلها. وآخر خطوة دي اختياري، هنحط معلقة كبيرة من القشطة بتاعت وش اللبن،
قلبتها كويس قوي عشان تبقى سايلة ودهنت بيها الوش. بتدي طعم ولون حلو قوي للرقاق. لو مش موجود قشطة، زودوا معلقة أو اتنين من السمنة اللي اتبقت معانا. حطوها مع الشوربة والحليب قبل ما تسقوا بيها الصينية. كده خلاص الصينية بقت جاهزة. هناخدها بقى وندخلها فرن، هنكون مسخنينه كويس قوي على أعلى درجة. ممكن ياخد معانا من 30 ل 40 دقيقة حسب كل فرن، أو لحد ما نلاقي الرقاق استوى وخد لون ذهبي حلو من تحت ومن الجوانب. نقفل الفرن ونفتح عليها بقى الشواية تاخد اللون الحلو قوي ده من على الوش. نطلعها ونقدمها وهي سخنة. نعيد بقى على التقطيع تاني، ومن الجوانب كده بالراحة نحاول نفصلها من طرف الصينية. بصوا بقى شكل الرقاق عامل ازاي، مقرمش من فوق ومن تحت ومن جوه طري وطعمه رائع. مستوي كويس قوي وواخد لون حلو من كل ناحية، وما فكش بقى مننا، والحشوة كلها وقعت منه، والسمنة كمان باينة فيه. يعني الرقاق ما شربهاش ونشف، بالعكس طري وهش وطعمه رائع. جربوه بالطريقة دي ومتأكدة انه هيعجبكم جدا. هستنى تقوليلي رأيكم فيه، وبألف هنا على قلوبكم مقدما. إذا عجبكم الفيديو اعملوله لايك وشير، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بأي فيديو جديد هنزله. وأشوفكم على خير.